نعم جميل شيخ. يتداول ناشطون في اليوتيوب والفيسبوك فيديو لحكايتك لما كنت شاب عن رجل مخمور توفي ساجدا في المساجد، وأنا أصر أنك تعود تحكي لنا هذه الحكاية. ليش يا ابني؟ هذه قضية أثرت في نفسي. نعم. في الحقيقة فلا بد أن نسمعها منك مرة. يعني أنا كنت في حال الصبا أو في حال يعني الفتوة، وكنت أتابع دعوة الناس من المقاهي، حتى أن بعض الناس كانوا يقولون هذا مجنون في سن 16 و17 و18 سنة أدخل المقاهي وأطلب من الناس أن يدخلوا، ولكن الناس لم يتعودوا أن يتركوا المقاهي ليدخلوا إلى المسجد. ففي اليوم الذي حصلت في هذه الواقعة أنا بقيت أرابط أمام المسجد حول المسجد في باب سويقة لعلي أجد رائدا واحدا يستمع إلى كلامه ويدخل معي المسجد، والذي أعرض عليه يقول لي ليش المسجد؟ يقول له نسمع كلامه. يقول روح. واحد أعطاني دوره 5 فرنك، يقول لي هذا سائل. فإذا بهذا الشخص وهو مكتنز وكان يتهادى في مشيته يمشي بالهوينة، فاقتربت منه قلت له يا أخي ممكن تدخل المسجد جامع سبحان الله هذا في باب سويقة؟ قال لي ليش؟ قلت له نسمع كلام ربي. فانساق معي وأنا كنت فرحا مسرورا، يعني يوم عيد هذا بالنسبة إلي، نحصل زبونا. فلما دخلنا المسجد كان قصير السقف، وكان فيه مبثوثين مجموعة من ناس شيوخ كبار لا يغادرون المسجد يبقون فيه. هؤلاء تفطنوا بحكم الضغط إلى رائحة خمرة لم أتفطن لها أمام المسجد، فهبوا وكل إما بيده عصا أو بيده حذاء لتأديب هذا الذي دخل وهو سكران. لما رأيت من هالوا عليه خفت على الراجل، فأنا مسؤول، فحظيته باهتمام وعناية خاصة، فكانت الضربات جلها تأتي على ظهري وعلى رأسي ونقول حرام حرام. ثم رفعت عقيرتي بالصياح يا عم صالح يا عم صالح، هذا إمام المسجد. نعم. جماعة سبحان الله. لما خرج من المقصورة وجدني وهو كان يستنجبني هذا الرجل، قالوا ابني ابعدوا. فرقم قالوا جايب سكران بدخلوا للجامعة. قال لا يا راجل شو سكران؟ لما اقترب منه شم الريحة قال لي دخلت لي سكران الجامعة. قلت له نعرف عليه أنا ندلل باش نجيب واحد الجامعة، طلع سكران اليوم قدر عليه ربي الحصيلة فاسدة كي الصياد اللي يصطاد سمكة لا تؤكل. فقالوا يا ولدي أنت رجل طيب، لكن اليوم أنت في حالة غير جائزة، عايش ولدي ارجع بكرة امشي للحمام صباح. مانيش غارج يا وليدي مانيش غارج. وعاجلتنا صلاة المغرب، فاتفقنا أن نضعه في طرف الصف الأول وأن نبتعد عنه متر ومتر ونصف، نتركه لحاله ويتبع لم يتبع شيء يهمه. كان في بعض الأحيان يتابعنا وأنا أسترق النظر من بعيد، لكن عندما قلنا السلام عليكم في الركعة الثالثة هو بقي ساجدا، فأنا كنت أحرص الناس على أن أخرجه. رحت له وحبيت نقيمه، قلت هذا ما يعرفش. مسكته لما دفعته شوية لم يحرك، دفعته وإذا به يسقط. تبين أن الرجل أخلص روحا لله تعالى. كانت بالنسبة إلي ذات أثر كبير. نقول له يا عم صالح قديش عندك تصلي؟ أنت تحب تدخل للجنة وكم لك من سنة وأنت تصلي ولم تدخل؟ هذا بمجرد أن لامس الصلاة دخل الجنة طول. فهذه يا سيدي أثرت في نفسي، وهذه جعلتني أرى أن العاقبة هي أفضل من السابقة، بل السابقة في الأزل هي التي تحدد العاقبة في الدنيا، وأننا لا نعير الناس بسلوك ربما يبتعدون عنه وتكون خاتمتهم طيبة. نعم، نسأل ونحن في هذه الليلة المباركة أن تحسن خاتمتنا، ولعل الدموع التي في عيونك هي دموع فرح بوفاة هذا الرجل ساجدا، ولابد أننا مشاهدينا الكرام سنرى كثيرا من هذه الدموع في هذا البرايم النهائي.